السلام عليكم. هناك سؤال يطرح نفسه: متى يكون لاعب كرة القدم مرتاحا في الملعب؟ مع الكرة أم بدون الكرة؟ خلونا نبدي بعض النصائح اللي تخص وقفة لاعب كرة القدم في الملعب، مع الرقابة وبدون رقابة. طبعا أكيد بدون رقابة يكون في حالة جيدة ويكون مرتاحا أكثر. أن يكون اللاعب متمركزا في مركزه دون رقابة، هذه أولا. ثانيا، أن يأخذ الكرة بعيدا عن الخصم، الهروب من الخصم. كيف؟ أثناء تحضيره للمناولة أو استلامه للكرة يجب التحريك بأسرع طريقة ممكنة، ثم التوجه نحو الفراغ لتسديد الكرة نحو المرمى الخصم أو تسليمها لزميله في الفريق. هنا تكون الرقابة ضعيفة واللاعب سيكون بأتم الجاهزية في هذه الحالة، أما سيكون متوجه نحو المرمى أو أنه سيسلم الكرة لزميله ثم يدخل إلى العمق. وهنا لاحظنا أن اللاعب متى يشاء التسديد ومتى يشاء تسليمه الكرة. وشكرا.